لأ هو ماشي التحكيم، أنا مش هاقول حاجة على التحكيم، والعدالة كويسة وكل حاجة وأنتم مِيَّة، مِيَّة، بس عايزين نشوف بقى التحكيم ده وهو أمّا ييجي بقى الأهلي يلاعب سموحة، يعني أمّا ييجي بقى الأهلي يلاعب سموحة عايزين نشوف نفس التحكيم ده، يعني يا ريت يعني أمّا نشوف بقى مثلًا الحاجات اللي اتحسبت على الزمالك دي هتتحسب على الأهلي والّا لأ، يعني تبقى حاجات مشابهة كده، ونفكّركم هنقول نفس الحاجات دي حصلت في ماتش الزمالك واتحسبت على الزمالك. والحاجات اللي كانت للزمالك برضه لو كانت جات الأهلي كانت هتتحسب له، هنقول لكم برضه ما اتحسبتش للزمالك، فأنا مش عارف لحد إمتى هيفضل التحكيم بالمنظر ده يعني عيب يعني، وبعدين كده الدوري بقى شكله وحش جدًا يعني، كل ما الزمالك يرجع للمنافسة أنتم بتبوظوا الدوري، يعني أنا مش عارف يعني بصراحة إيه ده آخرتها إيه أنا مش عارف يعني. الحاجة التانية إحنا برضه كجماهير نادي الزمالك إحنا مش زي جمهور بيب بيب يعني، إحنا جمهورنا بتحب دايمًا تستمتع بأداء فريقها يعني. يعني عايز أقول برضه إن لأ، يعني إحنا مش مقتنعين بأداء الفريق بقى لنا ماتشين، حتى الماتش اللي فات إحنا غلبنا فيه كسبنا بس ما كناش مبسوطين، أداء الفريق ما كانش مقنع بالنسبة لنا. النهارده برضه أداء الفريق ما كانش كويس، يعني رغم الخسارة أداء الفريق برضه ما كانش كويس يعني. والتشكيل الفني برضه ما كانش الداخل ما كانش كويس برضه، ما كنتش مقتنع بيه. جوزيه برضه جوميز برضه أنا كل ما أقول عليه إن هو حاجة كويسة وهيعمل شكل للفريق ما بالحقش بصراحة أشكر فيه وأقتنع بيه بصراحة، مش عارف لسه لحد دلوقتي مش مقتنع بيه خالص برضه، فربنا يصلح الحال يا رب واللي جاي يبقى أحسن بإذن الله إن شاء الله للزمالك.